السلام عليكم. هلو احمد عبد العزيز وبكلمك من الين تالنتس. والنهارده مكملين معاكم الجزء الثالث او المصدر الثالث اللي نقدر من خلاله نفايند جلوبال ريموت اوبورتيونيتيز. تمام. ازاي بندور وفين بندور على فرص شغل ريموتلي من البيت عن بعد عالميا مع شركات موجوده بره مصر. والاهم طبعا اللي احنا بنركز فيه هنا واللي مختلف هنا ان احنا بنركز على الفرص والشركات اللي هي بتعمل هايرنج في مصر، بتعمل هايرنج في الشرق الاوسط، بتعمل هايرنج لارابيك سبيكر، بتعمل هايرنج اني وير بشكل حقيقي. تمام، مش مجرد جلوبال ريموت كومباني جلوبال ريموت اوبورتيونيتي وخلاص، لا، بنفوكس ان الفرص دي فعلا تكون او المصادر دي فيها والشركات دي فيها فرص لناس في مصر او اي حد يقدر يقدم فيها. تمام. النهارده المصدر الثالث وهو ريموت دوت كوم، الجوب بورد الخاص بريموت دوت كوم. في الاول محتاجين نتكلم مع بعض، عايز اعرفك ايه هي ريموت دوت كوم الشركه دي. تمام، والشركه دي بتعمل ايه، وهقول لك ليه بحكي لك تفاصيل عن ريموت. وبعدين هننافيجيت الجوب بورد بتاعت ريموت ونشوف احنا ازاي بندور على فرص ريموتلي من خلال الجوب بورد بتاعت ريموت. تمام. مبدئيا كلمه ريموتلي في الكارير او ريموت المقصود بيها العمل عن بعد، ان انت بتشتغل من البيت. والعمل عن بعد فيه حاجات كتير قوي، ممكن يكون لوكال يعني انت بتشتغل جوه الدوله بتاعتك مع شركه في الدوله بتاعتك بس من البيت. ممكن يبقى جلوبالي ان انت بتبقى في دوله وشغال مع شركه في دوله تانية. تمام. ريموت بقى هو اسم الشركه في حد ذاته، وهم بيشتغلوا في جزئيه الجلوبال ريموت امبلويمنت. هم بيساعدوا الشركات يعملوا هايرنج لاني وان اني وير. شركه موجوده في اليو اس اي مثلا وعايزه تعمل هايرنج لاحمد في مصر، بس الشركه عشان تقدر تعمل ده بشكل قانوني وباقي الحاجات اللي لها علاقه بالمرتبات والكلام ده لازم يكون ليها ليجل انتيتي. تمام، وسجلات ومسجله وليها مكتب والحاجات دي كلها في مصر، وده بيكلفهم ارقام كبيره جدا. في حين ان هو ممكن يكون عايز موظف واحد اتنين تلاتة اربعة 10 20، او مش عايز يتكلف التكاليف دي ويعملها بشكل اقل تكلفة اكتر، حتى لو هو ليه ماركت هنا في مصر يعني او في مينا ريجن. فهم بيلجأوا لشركات زي ريموت. الشركات دي مش بتجيب لهم تالنتس، هي بتساعدهم في البيبر ويرك والحاجات الليجل والكومبلينس ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. تمام. فريموت واحده من الشركات دي. وخليني اقول لك برضه على بعض الامثله لريموت ممكن تبص على الشركات دي. لو ربنا كرمك ان شاء الله فرصه شغل ريموت، فممكن تدور على ريموت او احد المنافسين بتوعها عشان يوظفوك، او تقول لشركتك ان هم يوظفوك عن طريق الشركات دي لو هم ما عندهمش طريقه كويسه او مضمونه ان هم يوظفوك بيعملوا التعاقد معاك من خلالها حتى لو هو كونتراكتور او فريلانس. تمام. فانت عندك ريموت، عندك اويستر، عندك ريموت باس ودول موجودين في الامارات، عندك اومني بريزنت، وعندك امبلويمنت هيرو. بس اومني بريزنت امبلويمنت هيرو دول اكتر تقريبا موجودين بره مع انهم وركينج اني وير يعني. انما باقي الشركات اللي انا ذكرتها اصلا هتلاقي فيها مصريين وفيها فرص في مصر وهكذا، فانا حبيت ان انا اذكرها وده السبب اللي انا عرفتك على ريموت، علشان لو جالك اوفر وعايز تتعاقد ممكن تختار ريموت، ممكن تقدم في ريموت في حد ذاتها، هي عندها مصريين شغالين فيها يعني. تمام. فده كده انبوردنج سريع عن شركه ريموت في حد ذاتها. تعالى نشوف بقى الجوب بورد بتاعه ريموت، لان ريموت ابتدوا يعملوا حاجه تانية ان هم عملوا جوب بورد كده. الشركات العملاء اللي بتتعامل معاهم عندهم فرص فيقدروا يشيروا الفرص دي، وانت كحد بيدور على وظيفه كانديديت تقدر ان انت تدخل تقدم. فدي الحاجه اللي بيعملوها، وانت تقدر تسيرش من غير ما تعمل اكونت على الويب سايت. لكن هم برضه عملوا حاجه تانية ان انت تقدر تعمل كانديديت بروفايل على الويب سايت، منها بتقدر تنافيجيت الجوب بورد وتدور على فرص، تدور على فرص. وفي نفس الوقت ان هم بيعملوا اكسس ان الشركات تقدر تشوف الكانديديت بروفايلز دي لو هم ممكن يختاروا منها حد، مش بس ان انت تقدم. تمام. فاول حاجه تدخل على ويب سايت ريموت، طبعا هسيب لك اي لينكات في البايو في الديسكربشن يعني. فده الويب سايت بتاع ريموت ودي الصفحه الهوم بيج بتاعت ريموت. احنا هنيجي هنا عند كلمه ريموت، كلمه ريكروت قصدي، وهنختار دي اللي هتخصنا من كل التفاصيل دي كلها. تمام، هنكليك عليها. يبقى احنا كده اللي عملناه ان احنا وقفنا كده عند كلمة ريكروت وعملنا كليك على find jobs or post openings. تمام. هتفتح معانا الصفحة دي. احنا عندنا حاجتين اهو: browse jobs ان انت تنافيجيت او ان انت تتصفح يعني الوظائف، تبص على الوظائف وتشوف تفاصيلها لو عايز تقدم على واحدة منهم كمان. بس بلاش تتصفح بس، يعني احنا خلينا نساين اب از كانديديت. ليه؟ علشان زي ما قلت لك بتبقى فرصة برضو ان الشركات تقدر تشوف البروفايل بتاعك. هي حاجة مثلا يعني بيبقى ليك بروفايل اونلاين بتحط التفاصيل بتاعتك وشغلات الشغل بتاعك والاكسبيرينس والسكيلز، وكمان بتحط بريفرنسز مثلا انت عايز تشتغل اون سايت ريموتلي، ريلوكيشن، السالاريز، البنفيتس، كل الحاجات دي. وزي ما قلنا عشان لما تبراوز او تتصفح الوظائف في اوبشن ان انت تقدر تسيف الوظائف، فدي تبقى حاجه ما تخليش الفرص تضيع او تتوه منك او تنسى حاجه. تمام. فنكليك على ساين اب. طب عندنا تو اوبشنز ان انت تساين اب از كومباني او تساين اب از كانديديت، فاحنا هنساين اب از كانديديت لان احنا بندور على شغل. تمام. فهتكليك هنا ام لوكينج فور ا جوب وتساين اب. انا طبعا هلوجن عشان انا اوريدي عندي اكونت من قبل كده. حط الميل والباسورد.
ولوجين. مش فاكر بالظبط لما هتساين اب لاول مره هيظهر معاك الويب سايت ازاي، تمام. تقريبا هيجيب لك ان انت لو عايز تضيف تفاصيل وهكذا. ولو انت عامه عايز توصل للكانديد بروفايل، لو هي فتحت معاك كده عايز توصل للكانديد بروفايل فتكليك على مي، هيقول لك كانديد بروفايل، تمام. وهنا طبعا بيبقى فاتح لك الوظائف. لو انت في اصلا موجود في الكانديد بروفايل هيجيب لك جوبز، فتكليك على جوبز يجيب لك الجوب بورد بتاعته، تمام. وهنا اوبشن اهو انه يقول لك ان انت تكون فيزبل للشركات، ان انت الاكونت بتاعك يكون الشركات تقدر ان هو تشوفه يعني. فانت عايز تكنسل ده ماشي، عايز تخلي ده متاح ماشي، واكيد احنا نحب ان هو يخليه متاح يعني، تمام. طبعا انت بتظبط في البروفايل بتاعك في بريفرنسز بتظبطها زي ما قلت، تقدر تابلاي ده دايركتلي من هنا. بس انا مش بحبها قوي عشان انا اوقات بسيرش باكتر من حاجه، ممكن اسيرش على حاجات ريموت، حاجات اون سايت، او اسيرش على حاجات بليفل اكسبيرينس ليفل معين وحاجات تانية مختلفه وهكذا. فانا الفلترز بالنسبه لي، وخلينا متفقين، انت لو بتدور على جلوبال ريموت اوبورتيونيتي، تمام، او بتدور على شغل عامه، حدد لنفسك فلترز وكيوردز اساسيه. فاحنا لو جلوبال ريموت اوبورتيونيتيز، المين فلترز بتاعتنا والكيوردز بتاعتنا اللي ندور عليها في اي تفاصيل او ان احنا نسرش بيها هي ريموت فيرست، 100% ريموت، وركينج فروم اني وير، اختصارها دبليو اف اي. او ان هو يكون مكتوب ان احنا بنهاير في ايجيبت، بنهاير في مينا ريجين، او بنهاير في ايميا، وايميا اي ام اي اي دي اختصار ليوروب ميدل ايست اند افريكا. وحاول تتاكد برضو ان هل مصر تمام ولا عندهم مشكله بالنسبه لحاجه زي دي، او ان هم يكونوا وركينج فروم اني وير طبعا، تمام. في الفلترز دي كلها انا بستخدم حاجات بسيطه قوي. اول حاجه بحدد الكونتري او التايم زون. انا بحدد حاجتين، بكتب مصر واني وير، بحيث ان هو لو في حاجه محدده مصر بس تبقى تمام، مفيش حاجه متحدده لمصر فهيجيب لك الوظائف اللي هي في الدوله بتاعتك عامه. بس انا بحطها للاحتياطي يعني، تمام. ده اول فلتر بستخدمه. الفلتر التاني المهم جدا بالنسبه لي هي السينيورتي ليفل، ان انا مثلا عايز حاجه سينيورتي ليفل ايه، تمام. في حاجات تانية برضو زي الجوب تايب، عايزها بارت تايم، كونتراكت، فول تايم، لو دي حاجه بتفرق معاك. الورك بليس مثلا ريموت، هايبريد، اون سايت. لو انت بتدور على حاجه ريلوكيشن، هو في ويب سايت تاني متخصص للريلوكيشن وده هنشرحها في فيديو تاني. بس مثلا انت بتدور على حاجه اون سايت او ريلوكيشن، فحدد الاثنين دول مع بعض، بحيث ان هي ممكن تبقى ريلوكيشن بس طبيعه الوظيفه نفسها هايبريد ما بين البيت وما بين المكتب وهكذا، تمام. وفي بقى فلترز كتير قوي، لو عايز تحدد السالري، عايز تحدد هل في سفر ولا لا. بس زي ما قلت لك بالنسبه لي، خلينا في الفلترز دول اهم، اللي هي الورك بليس واللوكيشن، ممكن السينيورتي ليفل شويه يعني، تمام. ادي بتبدا تظهر معايا الوظائف. انا ببص على ايه، بيظهر لك زي كده هي الوظيفه دي نزلت امتى، من 7 ساعات، من يوم، من شهر، ان هي فالي ريموت، وهنا بيقول لك ريموت برضو، وان هي اني وير، اي حد في اي مكان، تمام. مش محددين لوكيشنز معينه، ولا محدد لوكيشنز معينه هتظهر هنا. ويقول لك ان هي فول تايم ولا كونتراكت ولا بارت تايم، تمام. فانا بالنسبه لي دي الايند معايا، فبعمل ايه، بكليك هنا على النجمه دي عشان اسيف الاوبورتيونيتي دي، تمام، اعمل لها سيف. وهكذا ببدا اكمل في الباقيين على اساس ان دي ماتشنج دي ماتشنج دي ماتشنج، هكذا، تمام. بعد ما بختار الوظائف بشكل مبدئي، بدخل على سيفد هنا، وابدا افلتر اكتر بقى، ان انا امسك كل وظيفه ادخل على الجوب ديسكريبشن، او اميك شور كده لو في اي تفاصيل في النص تشجعني اكتر او مناسبه اكتر في الالاينمنت، او ان هي تخليني ان انا اشيل الاوبورتيونيتي دي من السلكتد اوبورتيونيتيز. لو عايز الغيها طبعا هكليك على النجمه هنا تاني، وابقى اشوف كل التفاصيل اللي هنا. وبعدين طبعا ايه، بكليك ابلاي من هنا، ابلاي من هنا. ده الموضوع بكل بساطه، في ازاي كمصدر بتدور منه على جلوبال ريموت اوبورتيونيتيز. وطبعا احنا في الين تالنتس عاملين بورد، جوب بورد خاص بينا، بنفلتر فيها بقى كل الفرص من المصادر اللي احنا بندور عليها، وبنشرها لك معانا على نوشن بورد. وهسيب طبعا كل اللينكات في الديسكريبشن او في البايو.